السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنام. يعني عندي جوه التلاجة. ماشي. يا ممكن تاخد معايا يوم سليم، لان احنا بصراحة سايبينها بقالنا كذا شهر. كذا شهر مش راضيين نمد ايدنا عليها خالص. انا مش راضية. انا قلت لاختي ما تنضفيش التلاجة نهائي نهائي، وسيبيها سيبيها، يعني سيبيها لما تاخد راحتها في عدم النظافة على اخرها. بس انا حبيت اعمل كده علشان خاطر انضفها معاكم، اللي هي اكتر حاجة يعني بتتبهدل بسرعة. بس اكتر حاجة بيبان تعبنا فيها. اه والله بيبان تعبنا فيها بجد. وفي نفس الوقت الاطفال ايديهم مش فيها، فكل ما بتفتحي التلاجة كده قلبك بينشرح، بتحسي كده بنفسك، بتحسي ان انتي عملتي حاجة، بتحسي ان انتي نضفتي. اما بقيت الشقة بقى يا دوب لو تلات اوض وصالة، قبل ما بتخلصي اخر حاجة الصالة وتفنشي بيكون التلات اوض الحمد لله، يعني استعوضوا ربكم ربنا فيهم. ماشي. انا هوريكم دلوقتي التلاجة، هي منظرها بشع. بشع بمعنى الكلمة يعني. هي بسم الله ما شاء الله بقى، انا قلت لها ما تنضفيهاش، سيبيها سيبيها عشان انا عايزه تجيب اخرها. فهي اتوصت قوي بالموضوع ده، كل حاجه سايباها بكياسها، مرميه كل حاجه فوق بعضيها. يعني بصوا، قلبكم كده ينشرح، ما يبقاش لكم نفس تمدوا ايديكم تعملوا حاجه. بس انا هوريكم دلوقتي وانا بعملها. والله ما هتاخد وقت ان شاء الله، يعني ما بتاخدش فعلا وقت. هي بتبقى مبهدله وبتسد نفس الواحده لما بتوصل للدرجه دي. بس فعلا والله ما بتاخد وقت، وبالعكس يعني لما بتنضفيها بتلاقي تعبك قوي 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 قوي. هنبدأ مع بعض بقى نشوف التلاجة، بس بالله عليكم ما حد يقول كلمة ملهاش لازمة. احنا اللي سايبينها كده علشان خاطر عايزين نوري ان قد ايه الواحدة بتتعب، نوري للرجالة قد ايه الواحدة بتتعب، مش قاعدة في البيت كده وخلاص. ماشي. طبعا الستات كلها هتتبسط مني قوي، والرجالة والله برضو الرجالة حرام، بيتعبوا قوي. يعني كفاية عليهم قرف الشارع، كفاية عليهم ضغط الشغل والمسؤولية والكلام ده. احنا مسؤوليتنا طبعا معاهم وكده. بس مهما كان، يعني 50% منا بيبقى شايلين مسؤولية مع الرجالة، والخمسين التانية بيكبروا دماغهم، وهم دول أحسن حاجة طبعا. ماشي. يلا نشوف التلاجة بتاعتنا علشان ما نضربش أكتر من كده. اتفضلوا معايا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في التلاجة التحفة دي؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ شايفين المنظر؟ شياكة مفيش بعد كده. لا متهيألي شايفين؟ بس صدقوني ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص. دي بقايا الدقيق اللي احنا بنجيبه نعمل بيه الاكل. الصلصة دي، لا دي هريسة شطة. يعني بصوا منظر بشع. الأدوية دي انا هوريكم دلوقتي انا هعمل فيها ايه بدل المنظر ده. ده لازم الصيدلية دي في كل بيت. يعني باب التلاجة ده معمول على قد الصيدلية، بس عشان بالذات لو بيت فيه أطفال. يعني شايفين كمية الأدوية، كل ده. شايفين الأكياس، هي مرمية لي كل حاجة فوق بعضيها. ويلا بقى انتي اعملي بقى وعيشي بقى براحتك. بس على مين؟ أنا هوريكم التلاجة دي أنا هعمل فيها ايه دلوقتي حالا. بصوا، هخليها ترجع جديدة تاني. ثانية واحدة. انا حاولت ان انا اثبت الكاميرا عشان اوريكم انا هعمل ايه. ماشي. علشان خاطر انا مش معايا حد ان يصورني وكده، فيا رب يكون التصوير ظاهر قدامكم. انا هبدأ افضي التلاجة من كل ما فيها. ماشي. بسم الله. يا جماعة، انا فضيتها من الحاجة اللي فيها. هبدأ احوش كل الادراج دي، الارفف دي، واغسلها واحدة واحدة. اخدها في المطبخ كده مع نفسي واغسلها. كل ده كده لازم ينضف، يعني ده فرق شاسع. هتشوفوه انتوا كده بنفسكم دلوقتي. ثانية واحدة.
يا جماعه انا بغسل الحاجه ببريل عادي يعني، الحاجه اللي انت بتغسلي بيها المواعين. نغسلوا الحاجات دي الاول، سيبوها تتصفى براحتها خالص عبال ما احنا نغسل التلاجة نفسها من جوه. يعني زي ما انتوا شفتوا كده ام احمد بسم الله ما شاء الله متوسيه قوي. مش انت اللي قلتي لي ما تنضفيش التلاجة؟ انت بذمه بقى. ايوه، عيشي حياتك، وريني هتعملي لي ايه في التلاجة. ونظبطها. يعني قعدتك هتبقى معايا بفايده بس المره دي يا صابرين يا ام سهل. ماشي يا صاصه. مش بفايده يعني. اخلصهم بقى كده على الفاضي يا جماعه وارجع لكم تاني. يا حبايبي هنبدا بقى نغسل في التلاجة. انا غسلت الارفف والحاجات وسبتها تتصفى لحد ما اغسلها. دي ميه عاديه خالص بس دافيه شويه، وبريل رابس واي حاجه تحطوه فيها هينضفها. في الاخر خالص بعد ما نخلص هننشفها ونعطرها بخل. الخل بيخلي ريحه التلاجة حلوه وما يخليهاش الحاجه تكرف على بعضيها كده، ويبعت لها ريحه حلوه قوي. ماشي تغسلوهاش بحاجه يعني، اغسلوها بسفنجه تكون خشنه شويه. بس ما في ناس على فكره بيغسلوها بسلك معين ناعم، ده غلط على التلاجة، بيخرفشها كده ومع الوقت بتخليها تعمل حاجات سودا كده، ومهما تغسليها ما بتطلعش منها. البودي نفسه كده اهو بيعمل بيخرفش. اي خدمه يا ام احمد. تسلمي. يا جماعه احنا خلاص خلصناها اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما خدتش بالظبط في ايدي 10 دقايق غسيل يعني، ما خدتش وقت خالص. وادي ميه بخل، لازم ده معطر التلاجة. الميه بخل ده بجيب فوطه كده اهو انشفها خالص بعد ما بخلص خالص خالص يا جماعه، عشان ريحه الخل بتخلي التلاجة جميل. وامسحها كده. الخل حتى بتدي ريحه نظافه. هي نضيفه معانا يعني، ده مسح اللي هو بس معطر. والرفرف كده رف رف، لازم اعصرها جامد عشان ما تخليش معايا ميه. في الفتح والقفل كده شموا ريحه التلاجة، لا ريحتها جميله والحاجه ما تكرفش على بعضيها. وفي الاخر خالص بعد ما ترصوا حاجتكم والحاجه اللي انتوا هتحطوها في التلاجة، تجيبوا حته فحم، حته قد كده اهو، تخلوها في التلاجة دايما. فحم بيمتص اي ريحه في التلاجة وما يخليش الحاجات تكرف على بعضها. يا جماعه هبدا ارص بقى الرفه بتاعتي. التلاجات بتاع دلوقتي لازم كل رف له مكانه. الاول كانت التلاجة بتاع زمان فاكرينها، بصوا اي درج اي رف بيتحط في اي مكان. كده تمام قوي. ماشي هبدا ارص حاجتي يا جماعه. بصوا انا هنا يعني جايبه الحاجات دي. اول حاجه دي الواحده ب4 جنيه ماشي، ودي التلاته ب10 ماشي. دي بحط فيها المراهم، الجل، الكريمات، الحاجات اللي هي بتبقى زحمه التلاجة كده على الفاضي. ودي فاضيه لو بدات ان انا احط فيها اي حاجه. انا هنا حاطه بواقي التورته لما بعملها بيبقى كريز، شوكولاته، اي حاجه احط فيها ماشي. والمايونيز بتاعنا اهو
البطرمانات دي يا جماعه ده بطرمان عسل، انا مش بمنى البطرمانات اللي بتفضى عندي ما برميهاش. اهو ده بتاع صلصه حاطه فيه بقسماط بس كاتبه عليه. وده صلصه البطرمانات العسليه زي ما قلت لكم انا مش برميها. اهو ده نشا حطها في بطرمان عادي، وده دقيق بيفيد من الحاجات اللي انا بعملها. بص يعني مش ما منهاش يعني ايه خساره، ما تترميش. هنعبيها ونحطها في التلاجة احسن ما نحط في اكياس كده ويبقى شكلها مش اللي هي يعني. ماشي. وابدا ارص الحاجه بتاعتي. بسم الله. البلاستيكات دي يا جماعه حلوه قوي قوي قوي، جيبوها وخلوها على قد التلاجة بس بتنفع. الواحده من دول بتبقى عامله حوالي 15 جنيه. بقى اي بلاستيكات من السوق اي حاجه. نصب دول كده علشان انا جايبه علب كبيره تاخد مكان اهو. وادو الادويه بصوا بعد ما كانت في اكياس وعلب وكراتين كده اهي حطها كده وتتحط كده تمام قوي. متاخدش مكان في التلاجة وتلاجتنا يبقى شكلها شيك وكويسه. دي ب12.5 والكبيره منها ب15. تنفعكم وحلوه قوي. يا ريت لما تجيبوا ما تروحوش توفروا وتجيبوا كتير، لا خلوا مكان في التلاجة فاضي علشان باقي الاكل، علشان خاطر يعني لو في حاجه فاضت او كده علب التلاجة عندنا بغطا نحطها فيها، يبقى في مكان هنا فاضي في مكان هنا فاضي. يعني ما تكتروش قوي، هاتوا بس ما تكتروش قوي. ودي تلاجتنا اهي يا جماعه بعد ما نضفناها وخليناها زي الفل. والله يعني بص مش هتاخد وقت بجد، واكتر حاجه بتحس بيها بتاعتكم زي ما قلت لكم في البيت. ماشي. ويا ريت يا ريت يعني اللي تلاجته يعني كانت بالحاله الجميله الاولانيه اللي انا وريتها لكم يجربوا كده. وهاتوا البلاستيكات دي هتنفع قوي. انا البيض الاول كنا بنبقى حاطينه في التلاجة، الاطفال عندنا عشان عندنا اطفال اوقات بيسقعوا باب التلاجة نلاقي بيضتين 3 مرميين في الارض اتكسروا خساره يعني جامده اهو. يا ريت لو عجبكم الفيديو اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعلوا لي زر الجرس وما تنسونوش في اللايكات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.